ما اظنش ان الحيوان ده لما يخرج بره حياتك هتحس ان انت وحيده، وبكره تقولوا بسبوسه قالت احنا لازم نغير حياتنا. ما تكدبوش عليا، مش بالراحه على نفسك، بالراحه على مخك. مش عايزين انجازات اصلا، خطه في منتهى الذكاء. المخ بيحب الحاجه اللي عارفها، احنا مش بنحب الشخص، احنا قد نكون بنحب الامل اللي بيجي مع الصلح والوعود. مش كل الناس اللي بنختارها ومش كل مره نقع في نفس النوع هتبقى صدفه. بقول لكم ان مفيش خطه مثاليه، احنا عايزين نبني عاده. لا ده مش فشل، ولا ده مش طبيعي اصلا. انا اخسر اي حد الا ان انا اخسر نفسي. الوحده مصيدة للاكتئاب. انا من حقي ان انا ارتاح. انا اللي كنت واقفه في طريق نفسي، حياتي بتتشقلب للاحسن. عيشوا من غير توتر. فقد الشغف. احنا جايين هنا نتكلم علميا وهزاريا برضو. الصراحه هو مش عيب على فكره، ومش ضعف شخصيه. نحن في عصر المقارنة. أنا ليه مهما حصل بحس إن أنا مش كفاية أو I'm not doing enough؟ ليه كل حياتي بقت مقارنة على السوشيال ميديا؟ ليه لما بشوف نجاح حد تاني بدل ما أحس إن أنا فرحانة له بحس إن أنا متأخرة؟ أهلا بيكم في سيزون 4 من ما تيجوا نشرب حاجة.